السلام عليكم خوتي، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير في احسن الاحوال يا رب. انا رجعت لكم فيديو جديد على القناه. المهم فيديو النهارده ان شاء الله يا ربي غنحضر معكم الغديوه. المهم الغديوه اللي كتجي ساهله ويعني اي واحد يقدر يعدلها، وسهله واقتصاديه صراحه الله. المهم بالنسبه لنهار اليوم كان عندي فيه الشغل صراحه الله، فضلت نعمل شي حاجه هيدا اللي كتوجد دغيا باش نتغدى ونكمل الشغل ديالي. المهم كما كتشوفوا هنا جبت جوج حوتات. المهم جوج حوتات اللي كيجيو من راجلي صراحه الله كيجيو منقيين. انا ما كنعرفش نقي الحوت، ما عمري ما نقيت الحوت صراحه الله. داك الحوت والجداد ما كنعرفش نقيه نهائيا. فقط كنغسلو ونشرملو. هانتوما عملت هنا مغروف هذا الابزار، مغروف هذا الملح، مغروف هذا الزعتر حكيتو على هذا الشكل هذا، وزيت مغروف هذا الزيت. المهم زيت زيتون، عملوا اي زيت عندكم. مغروف هذا بابريكا او الحمراء. المهم مغروفه صغيره كترموه على هذا الشكل هذا. المهم ما كتعملوا لا ربع ولا توم ولا والو. هو كيجي بحال مقلي ولكن في الفران. هانتوما كترملوه على هذا الشكل هذا مزيان، كتدخلوا ديك التوابل فيه. هي ديك التوابل اللي عملنا كافيه باش يشرموا لك الحوته ديالك وتجي مزيونه. هما اللي كيلذ هو الابزار والملح، عفوا الزعتر والملح وتا الابزار من طبيعه الحال، ولكن الزعتر والملح ضروري اللي كيلذوا هاد الحوتات. المهم هنا جبت بالنقاله اخرى وعملته فيها. وهاد البالنقاله هذه غنستعمل انا الخضره. بالنسبه للخضره استعملوا اي خضره عندكم. المهم بالنسبه للبلاطو يعني يمكن لك تعمل فيه الخضره اللي بغيتي، نوع الخضره. واكيد الخضره مزيانه بزاف للصحه، ومن طبيعه الحال العواو الصغار اللي كانت في الفران كياكلوها على ما كتكون طيبه. هانتوما هنا جبت القريعه ديالي على هاد الشكل هذا، قطعتها مدوره شرائح مدوره صغارين. المهم ما كتكون لا غليظه ولا رقيقه على هاد الشكل هذا، باش ما كتجيش يعني معجنه ولا شي حاجه، كتجي مزيونه بحال اللي كتجي مقرمله في الفران. هانتوما هنا شفت واحد البصله، جبت واحد البصله المهم لهذا الحجم هذا. راه الفيديو شرح راسو براسو، غير كنبغي نبسط لكم وصافي. كتجيبوا البصله ديالكم كتقطعوها على هذا الشكل هذا. هانتوما كما كتشوفوا كتقطعوها على هذا الشكل هذا. المهم الخضره كامله كتنوعوا من الخضره اللي بغيتو. الا كانت عندكم فلفله كتعملوها، الدبنجه حتى هو كتعملوه. انا صراحه الله اكتفيت غير بهادو. هانتوما كما كتشوفوا عملت، هانتوما هنايا عملت بطاطا. جبت 3 بطواطات اللي يكونوا كبارين ولا المهم عملوا على حساب العائله اللي عندكم في الدار. انا عملت 3 بطواطات على هذا الحجم هذا. هانتوما وقطعتهم على شكل فريت. حيت هو اصلا ملي كندخل للفران ما كنعملوش فيها الزيت بزاف. ملي كتدخل للفران يعني استغفر الله عفوا، كطيب بهذه الطريقه هذه صراحه الله كتجي على شكل فريت. هانتوما كما كتشوفوا نقطعوا البطاطا ديالنا على هذا الشكل هذا. المهم كنبقى مع الخضره ديالي كامله وكنكثر من الخضره، حيت الخضره صراحه الله في الفران كتكل دغيا. واصلا ملي كطيب بحال اللي كتبان في البلاطو ديالك ولا في اللاطه ديالك بحال اللي ما عملتيش الخضره نهائيا. ولهذا كثروا من الخضره. هانتوما المهم ها الخضره ديالي كما هي كما شفتوا. دابا هنايا جبت مطيشه. المهم مطيشه عملت جوج مطيشات. بينت لكم غير وحده في الفيديو باش نسربي دغيا، باش ما يجيش الفيديو طويل. حاولت نختصر لكم شتيتو، وفي نفس الوقت كنمونط لكم فيديو هذا، وفي نفس الوقت الفيديو هذا كيتمونطا وفيديو اخر عامله في التليفون اخر عاود كيتصور باش ننزل لكم امور هذا. تمارا صراحه الله، ولكن هادشي اللي عطا الله. المهم هانتوما كما كتشوفوا هنايا جبت الخضره ديالي. عملت مغرف هذا ملح صغيره، مغرف هذا الحمراء والزعتر اكيد، حيت الحوت يعني الخضره ديالو خصها تكون بمذاق الحوت. هانتوما كما كتشوفوا وواحد الزعفران. وعملت ملعقه الخضره هذيك ملعقه يا ربي فكرنا بدينو الشهاده نسيتها مره. ديك لقامه الحوت، لقامه الحوت كتعمل منها مغروفه صغيره ومغروفه زيت الزيتون. المهم انا كنطيب صراحه هاد الايام تاعي بزيت الزيتون علاش هو اللي صحي. هانتوما كما كتشوفوا وما فيهش الدهون بزاف. هانتوما هنا حاولوا تشرملوا مزيان هاد الخضره ديالكم على هاد الشكل هذا. هانتوما كما كتشوفوا صراحه غديوه ساهله ومزيونه وصحيه وفي نفس الوقت كتوجد. بالنسبه لهنا كتجيبوا داك الخبز اللي كتكون يا ربي شنو اسم ديالها، ديك الطحين د الحوت.
ولكن ماشي الطحين يعني يقليو فيه الحوت ويقولوا له طحين الحوت، لا، الطحين اللي كيتشرى يعني كتقلي فيه الحوت وكتقلى فيه بفريت. واللي ما عندوش هذاك كيعمل داك الخبز، الخبز اللي كيحمصها مزيان وكيطحنها، كيعمل فيها الزعتر والابزر، وكتكون موجده باش كتكون يعني كتمرغد فيها الحوت باش كتقليه. هذيك اللي كتعملوا منها مغروفه. وهنا كما كتشوفوا كتجيبوا لاطه ديالكم او بلاطو كتكبوا فيه الخضره ديالكم على هذا الشكل هذا، وبلاطو ثاني كتجيبوا عاود كتعملوا فيه الحوتات ديالكم على هذا الشكل هذا. ها نتوما كما كتشوفوا وجدت صراحه الله. انا قيست منها المذاق ديالها كيجي كيحمق كيحمق كيحمق، كتجي واعره بزاف صراحه الله. كتجي الحوته بحال الحوتات المطاعم. جربوها وتشوفوا صراحه الله وعطيوها حقها في الطياب. المهم انا درت لي ساعه الله رب. وبالنسبه لنا البطاطا ديالنا ها نتوما كما كتشوفوا شوفوا كيفاش كتجي بحال الفريت. شوفوا صراحه الله كيجيو مزيونين. المهم نتمنى الفيديو يكون خفيف ظريف على قلوبكم. نتمنى تجربوا هاد الغديوه وتردوا عليا في الكومنتات كيفاش جاتكم. نتمنى الفيديو هذا النهار يكون نال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تعملوا لايك وسبسكرايب باش يبقى يوصلني كل ما هو جديد ديالكم. وكنشكركم بزاف ومع السلامه.